المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم ومن الفضائية الإريترية أقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. تنظيم دورة تدريبية لتخزين الغلال. تقديم خدمات طب العيون للأطفال في مستشفى نور العيون. نمو جيد للمزارع في أقرع. نتنياهو يصف اتهامه بالفساد بانقلاب سياسي. مدمرتان أمريكيتان تبحران في بحر الصين الجنوبي. وطوكيو وسيول وعودة التعاون المخابراتي. السلام عليكم ورحمة الله. نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية من 20 وحتى 22 من نوفمبر في أسمرة في حفظ وتخزين الغلال. وقدمت الدورة التدريبية ل47 خبيرا لتنمية النباتات من أقاليم القاشبركة والجنوبي والأوسط وعنسبة. وقدم المدير العام لقسم التنويع الزراعي في وزارة الزراعة السيد حروي أسقدهم في افتتاح الدورة قدم توضيحا عاما حول الأساليب الجديدة لتخزين الغلال، داعيا المشاركين في الدورة لنقل المعرفة المكتسبة لزملائهم والمزارعين في مناطق عملهم. وقدم السيد أليكسا بوزينغ من المكتب الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في الشرق الأوسط وإفريقيا قدم توضيحا موسعا للمشاركين حول جودة الذرة والإنتاج الجديد ونظافته وتجفيفه وتخزينه تماشيا مع أوضاع البلاد. وقام المشاركون في الدورة التدريبية بجولة تفقدية اليوم 22 من نوفمبر إلى مرحنو لتفقد تطبيقي للدراسة النظرية التي تلقوها. وقال مسؤول تنمية النباتات في وزارة الزراعة سيد تسفاي قبر مريم لوكالة الأنباء الإريترية إن التدريب يهدفه للحد من الهدر بدءا من الحراثة وحتى الحصاد والتخزين لضمان محصول عالي الجودة. وأكد المشاركون أهمية التدريب المقدم وآنيته وسيقومون بتعريف المزارعين واستخدامه. يقوم مستشفى نور العيون بأسمرة أو بفحوصات طبية بالتعاون مع الأطباء المصريين لحوالي 5000 طالب في المدارس الابتدائية وتقديم خدمات طبية مجانية ونظارات ل2000 طالب وجدت مشاكل في النظر لديهم. وأوضح المدير الطبي للمستشفى الدكتور كحسايف الساسين لوكالة الأنباء الإريترية أن البرنامج الذي بدأ في 22 من نوفمبر يشمل الأطفال من عمر 6 وحتى 12 وكان قد تم النظر لمشاكلهم في مدارسهم. وذكر بأن المهنيين المشاركين في البرنامج قاموا بالفحوصات الطبية بالتوجه إلى المدارس الابتدائية، وإن برنامج رعاية الأطفال 2000 الذين لديهم مصاعب في النظر يستمر لأسبوعين. وأوضح الطبيب المصري الدكتور عبد الرحمن حسن أن البرنامج يسهم إلى جانب تطبيب عيون الأطفال لتبادل التجارب والخبرات. أوضح سكان ضاحية أقرع بمديرية نقفة أن مزارعهم نمت جيدا لاستقلالهم للسيول المنحدرة من المرتفعات لري مزارعهم. وأشار المزارعون إلى تأخر الزراعة لتأخر هطول الأمطار، ويأملون حصاد وفير بعد هطول الأمطار الجيدة في شهر أغسطس وتحويل السيول إلى المزارع. وذكر مسؤول وزارة الزراعة في مديرية نقفة سيد محمد صالح محمد علي أن المزارعين إلى جانب خبرتهم الطويلة يستفيدون من إرشادات المهنيين الزراعيين، مشيرا إلى وجود برنامج للقيام بأنشطة واسعة العام القادم لحماية التربة وحفظ المياه. نظم مكتب وزارة السياحة في إقليم عنسبة دورات تعريفية بحفظ الأسماك ومحتواه الغذائي للطلاب والسكان في موشي بمديرية حمل مالو وإدن بمديرية علا برعد. وتضمنت الدورات النظرية والتطبيقية الفوائد الصحية للحوم والأسماك وحفظها وأسباب تلف
الأسماك وتفسخها وكيفية طهي الأسماك، وقدمت أدوات الصيد للمديريتين. وأوضح المشاركون في الدورات التأهيلية أن المعرفة المكتسبة ستساعد في صيد الأسماك من السدود وإثراء مائدة الأسرة. أوضح الخبراء المشرفون على الدورات التدريبية تربية 3 أنواع من الأسماك في سدود عيلة برعد وحمل مالو، داعين السكان وخاصة الطلاب للاهتمام والاستفادة من الأسماك. نظم مكتب التعليم في مديرية شعب دورة تأهيلية حول منهج التعليم المدرسي لتعزيز العملية التعليمية، وأوضح بأن الدورة التي شارك فيها 36 معلما ومديرا للمدارس تلعب دورا كبيرا في رفع معرفة وكفاءة المعلمين، كما تلعب دورا لا يستهان به في تحسين كفاءة ونتائج الطلاب. وأشار مسؤول مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان إلى أن المعلم الكفؤ يخلق طالبا كفؤا، وتلعب الدورة دورا محوريا في تطور العملية التعليمية المرتكزة على الطالب، مذكرا لتعزيز مشاركة كافة الجهات من أجل توسيع الجهود الجارية للارتقاء بالتعليم الأهلي. وألقى مدير مديرية شعب السيد أبو بكر إبراهيم كلمة الختام أكد فيها جاهزية إدارته النشطة للمساهمة في إنجاز الجهود المنسقة الجارية لتحقيق الهدف المنشود. بعد الفاصل سادتي نعود بالأخبار على الصعيد الخارجي. اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن مزاعم الفساد ضده تصل إلى حد الانقلاب، وأن المحققين لم يبحثوا عن الحقيقة بل كانوا يلاحقونها. وقال نتنياهو في خطاب متلفز إن التهم الموجهة إليه ذات دوافع سياسية، مضيفا إنه انقلاب سياسي على رئيس الوزراء باتهامات مفبركة، مؤكدا أنه مستمر بقيادة الدولة بالرغم من لائحة الاتهام. وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت قد قرر توجيه لائحة اتهام لنتنياهو عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في 3 قضايا. وجاء في بيان لوزارة العدل إن المدعي العام قرر تقديم لائحة اتهام في 3 قضايا عن جرائم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وذلك أثناء توليه منصب رئيس الوزراء. من جهته أعلن بيني غانتس المنافس الرئيسي لنتنياهو أن هذا اليوم هو يوم حزين جدا لإسرائيل بعد توجيه لائحة اتهام لرئيس الوزراء. أعلن الجيش الأمريكي أن مدمرتين تابعتين للبحرية الأمريكية أبحرتا في الأيام القليلة الماضية بالقرب من جزر تطالب الصين بالسيادة عليها في بحر الصين الجنوبي. والممر المائي المزدحم واحد من الموضوعات الساخنة في العلاقات الأمريكية الصينية، ومن بينها تصعيد الحرب التجارية وعقوبات أمريكية وعلاقات واشنطن مع تايوان. وفي وقت سابق هذا الأسبوع دعت الصين الجيش الأمريكي للكف عن استعراض عضلاته في بحر الصين الجنوبي وتفادي إضافة مزيد من الغموض بشأن تايوان، وذلك خلال محادثات رفيعة المستوى سلطت الضوء على التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. وأكد الجيش الصيني إبحار المدمرتين الأمريكيتين عبر الممرات المائية، وقال إنه تابع مرورهما. وتطالب الصين بالسيادة على كل مياه بحر الصين الجنوبي تقريبا، وهي مياه غنية بموارد الطاقة، حيث أقامت مواقع عسكرية في جزر صناعية. ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن كوريا الجنوبية أبلغت طوكيو بأنها ستواصل مشاركتها في تبادل المعلومات المخابراتية بشأن كوريا الشمالية. وتمثل هذه الخطوة عدولا عن قرار سابق بوقف اتفاق للتعاون بين البلدين وسط خلاف حول التجارة ووقائع التاريخ بحسب وكالة رويترز للأنباء. ووقعت كوريا الجنوبية تحت ضغوط من الولايات المتحدة من أجل الإبقاء على اتفاقها لأمن المعلومات العسكرية مع اليابان. وكانت واشنطن تخشى أن تؤدي أي عودة لنقل المعلومات من خلال الجيش الأمريكي إلى تقويض الجهود الرامية للرد على أي خطر قد تشكله صواريخ كوريا الشمالية. وقالت كوريا الجنوبية في أغسطس إنها ستنهي الاتفاق بعدما فرضت اليابان قيودا على تصدير مواد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.
نزل مئات الآلاف إلى الشوارع في كولومبيا في تظاهرات غير مسبوقة بضخامتها ضد الرئيس إيفان دوكي الذي تراجعت شعبيته بشكل كبير بعد أقل من 18 شهرا من وصوله إلى منصبه. وانضم الطلبة ومنظمات السكان الأصليين وبيئية ومعارضة إلى إضراب ومسيرات نقابات العمال للتنديد بسياسات الحكومة اليمينية. ودعا المنظمون المواطنين إلى البقاء على أهبة الاستعداد للقيام بتحركات جديدة في الشارع إذا استمرت الحكومة في لا مبالاتها إزاء المطالب. وقال الرئيس الكولومبي إنه سمع المتظاهرين لكنه لم يرد على طلب الحوار المباشر. وأتت هذه التعبئة في كولومبيا في مناخ مضطرب في أمريكا اللاتينية مع أزمات اجتماعية وسياسية لا رابط بينها في الإكوادور ثم تشيلي وبوليفيا. وقال المنظمون إن أكثر من 1,000,000 شخص تظاهروا في مختلف أنحاء البلاد. انتهت نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.